السلام عليكم الاخوه الكرام. لهذا الفيديو الحلقه جديده من قناه الماتش تي في. ان شاء الله في هذا الفيديو نتكلم على المباراه اللي غادي تجمع اليوم ما بين الجيش الملكي وفريق اتحاد العاصمه الجزائري. المباراه اللي غادي تنطلق على الساعه 8 بالمجمع الرياضي الاميري مولاي عبد الله بالرباط. فريق الجيش الملكي مطالب بتسجيل هدفين من اجل التعادل امام اتحاد العاصمه الجزائري. مهمه ما تكون سهله، خصوصا ان فريق الجيش الملكي غادي يلعب مع الوقت، وغتكون مباراة الصراحة صعيبة، خصوصا ان فريق اتحاد العاصمة غادي يرجع للدفاع وغادي يحاول يضرب لي كونتر. المهمة ما تكون صعيبة، خص الجيش الملكي اللاعبين يكونوا مركزين مزيان، وانهم يحاولوا انهم يبنيوا العملية الهجومية بطريقة جيدة ويتجنبوا الاخطاء، خصهم طبيعة الحال يحضروا راسهم من الاخطاء الدفاعية. راه عندهم اخطاء فادحة كتكون في خط الدفاع وجوج بوانت اللي تمركوا عليهم بضربتين ثابته في مباراة الذهاب كانوا بسبب الأخطاء الفادحة اللي قام بها فريق اتحاد العاصمة الجزائري. عفوا، اللي قام بها فريق الجيش الملكي، سجل بها فريق اتحاد العاصمة الجزائري على فريق الجيش الملكي. حاليا هاد المباراة ما تكون سهلة. جمهور الجيش الملكي راه حج بكثرة، راه التيكيات تاع الماتش كلشي سهلة، ويعني الملعب غادي يكون يدور. ماتش ما غاديش يكون سهل امام اتحاد العاصمة الجزائري. فريق الجيش الملكي عنده لاعبين اللي يقدروا انهم ان شاء الله يديو كاس الكونفدرالية الافريقية. مباراة ما غاديش تكون سهلة، ولكن انا متيقن ان الجيش الملكي غادي يتأهل ان شاء الله هنا في المغرب، وكلنا مساندين للفريق العسكري فريق الجيش الملكي، وان شاء الله يتأهل على فريق اتحاد العاصمة الجزائري للدور الربع النهائي. ولا تأهل فريق اتحاد العاصمة فما نزيدوه الا الخير ونتمنوا له التوفيق. راهم خوتنا هذوك الجزائريين و... وان شاء الله يكون الخير. عليا هادشي اللي كان في هذا الفيديو. هذا فيديو خفيف ظريف، تكلمت على مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وجيش الملكي. نتمنى ان هذه الليلة تكون ليلة سعيدة على جميع المغاربة، وكذلك إذا ما كانت سعيدة على المغاربة تكون سعيدة على الشعب الجزائري، وإن شاء الله يكون الخير وهادشي اللي عندنا في هذا الفيديو. حاليا هادشي اللي بغيت نتكلم فيه في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش الاخوان انكم ديروا ابوني، جيم، بارطاج وتشاركونا في التعليق، وتقولوا لنا الراي ديالكم في المباراة وكيفاش غتكون المقابلة وشحال نتيجة المقابلة. حاليا انا ما غاديش نقول نتيجة المقابلة باش ما كاين جمهور الجزائري اللي كيتبع القناة ما باغي الصراحة انني نعطي شي نتيجة تاع المقابلة. على اي هادشي اللي كان عندنا في هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم، ومبقى لينا نقول لكم تهلاو، نتلاقاو من بعد المباراة.